اللهم صل على محمد وآل محمد. طبعا من خلال معايشتنا للوضع السياسي في العراق، طبعا أي جهات خارجة عن القانون أو أي دولة معادية للعراق إذا تريد تضرب العراق بالتفرقة والطائفية. لذلك طبعا الأجهزة الأمنية عندها حس أمني وقياداتها أبطال، لكن أكو من مرات اللي ما يخليهم يشتغلون أو يوضحون الصورة الأكثر اللي هي في العراق، اللي هي من خلال القضاء على الجرائم المنظمة، الخارجين عن القانون. فيا أخواني، رسالتي إلى الشعب العراقي، طبعا أهم عنصر يدمر الشعب العراقي هي الطائفية. هسه من تريد تضرب الشعب العراقي وتدمره لازم تصنع بداخله الطائفية، واللي هي عن السنة والشيعة وبعض الطوائف. العراق نسيج متكامل، شعب متلاحم، لكن بعض الجهات أو الأشخاص اللي تابعين الغير دول. فرسالتي عليكم الانتباه. أحب أنوه طبعا أيمن حسين الرجل ما له شغل بالسياسة ولا له دخل بالسياسة، فالكلمة اللي خرجت عن لسانه كلمة ذيول، هو يقصد الناس اللي عن كرة القدم، الخاصين بكرة القدم، اللي في الاتحاد وبايعين الغير دول، بايعين أرواحهم أو بايعين الحكي طويل وكبير. فيا أخوان، هذا الرجل عراقي وفرح 46 ألف مليون عراقي، ما أدري 46 مليون عراقي. فيا أخواني، جزاكم الله خير الجزاء. صلوا على محمد ونعلوا الشيطان، ولا تدخلون الشعب العراقي بالطائفية والنزاعات والسب والشتم. فهذا الكلام ما يصير. الرجل خطأ ورجع طب اعتذر وقال الرجل أنا ما أقصد بأن جهة سياسية أو أقصد الحشد الشعبي أو الجيش العراقي، كان قصده اللي تابعين بالاتحاد وتابعين العراقيين التابعين الغير دول ويحبون يشوهون مستقبل العراق ومستقبل الكرة العراقية. لذلك يا أخوان، ابتعدوا عن الطائفية. وسبق وأن نوهنا ما حد يقدر يدخل للعراق إذا كان متماسك، ما عدا التمزيق الأنسجة الداخلية اللي هي الشعب العراقي. هسه احنا عندنا عمامنا متزوجين سنيات من قبل مئات السنين، ما كنا نعرف سنة وشيعة، لكن اللي دخل وزرع هاي الناس اللي رادت تدمر العراق يا أخوان. وجزاكم الله خير، ولو طولت أنا والفيديو صار طويل، لكن هاي رسالتي قد توصل للشعب العراقي أجمع.